اول حاجه معايا نص كيلو كنافه، حطيته في الفريزر لما جم اتخلص، وبعد كده قطعته قطع صغيره، وبعد كده نزلت عليه بنص كوبايه سكر بودره وربع كوبايه سمنه بلدي بقى، سمنه صناعي، سمنه على زيت، بس يفضل سمنه طبعا لان الزيت على الكنافه بيديها زنخه كده. وبعد كده قلبتهم في بعض كده ودخلتهم كله كويس في بعض، وحطيتهم في الفرن كده. وانا كنت ساعتها بعمل صينيه بطاطا او قرع سكري، مش فاكره بجد يعني، كنت عامله الفيديو ده من زمان. فما خدتش نار كتير، على نار هاديه خالص كده. لو مش مولعه الفرن والبوتاجاز ممكن تحطها على النار كده وتقلبيها كل فتره كده، هتلاقيها ان شاء الله تتحمص معاك وتديكوا لون دهب وحلو كده برضه. وبعد كده جبت بقى الطاسه بتاعتي، نزلت فيها بكوبايه سكر كبيره، وزن الكوبايه ديت بالجرام 200 جرام سكر، وهديت النار خالص لحد السكر ما تكرمل زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما يسيح خالص ويسيب من بعضه. اهم حاجه النار تكون هاديه علشان السكر ما يتحرقش منك ويديك النتيجه المطلوبه يعني. بعد كده نزلت معلقه زبده كبيره، ولو عندك سمنه بلدي حط سمنه بلدي بدل الزبده. السمنه البلدي على الحلويات بتديها طعم تاني خالص. وبعد كده نزلت بكوبايه لبن كبيره برضو وزنها 200 جرام. طبعا هو اول ما تحط اللبن على السكر هيديكي فوران كده، ما تخافيش، واحده واحده كده هيبدا يهدي ويسيب من يهدى او يهدى، مش مشكله، ما تركزوش او بعد كده اول ما يبدا يسيب من بعضه خالص كده بتنزلي بمعلقتين نشا على على ربع كوبايه ميه، علشان اديك النتيجه المطلوبه. معلقتين نشا كبار على ربع كوبايه ميه تدوبيهم، وتقومي نازله على الخليط بعد ما يسيب من بعضه، اللي هو اللي احنا عملناه، السكر والزبده والحاجات من دي. وبعد كده بتجيبي الكنافه بتاعتك وتنزلي بها على الخليط ده، بعد ما يبقى عامل زي المهلبيه الخفيفه كده. لو لقيتيه ما اديكيش النتيجه المطلوبه اللي هي المهلبيه الخفيفه، ارجعي تاني انزلي بشويه نشا، لان النشا بتختلف عن بعضها. بعد كده بقى هنسيح الشوكولاته بتاعتنا. لو عندك ميكروويف هتحطها في الميكروويف على شويه زيت، علشان الزيت بيديها لمعه كده وخلاها سايبه من بعضها شويه. بس طبعا ما عنديش ميكروويف، فالطريقه ديت بصراحه بتجيب نتيجه حلوه. وخلي بالكم برضو بيقولوا الميكروويف لما تسيحي فيه الحاجه مش صحيه، وخصوصا لما تكون الحاجه مجمده وتلج، علشان تسيحها كده بتديكي يعني بتجيب امراض يعني، ربنا يحفظكم ويسلمكم. فانا بجيب اي حاجه الومنيوم، لان الالومنيوم بتخلي الحاجه تسيح معاك بسرعه. بحط فيها شويه زيت، واحط تحتها شويه ميه سخنين، وفي ثواني ما شاء الله تلاقي الشوكولاته ساحت من بعضها خالص. اقول لكم بقى يا حبايبي على الغلطه اللي انا غلطتها في تسيح الشوكولاته دي. لازم ما تيجي تسيحي شوكولاته، وخصوصا لما تكوني رايحه تعملي مثلا تغلفي بقى حاجه وتقطعيها بالسكين عشان تتقطع منك بسهوله، ما تتكسرش منك، لازم تحط على الباقي الشوكولاته اللي زي ده كده، هو وزنه حوالي 200 جرام، تحط عليه 3 معالق لبن ومعلقتين زيت او العكس، علشان لما تيجي تقطعي الكنافه بالشوكولاته، الشوكولاته تبقى سايبه من بعضها شويه، ما تتكسرش منك زي ما انا ما عملت كده دلوقتي هتشوفوها. وبعد كده بتجيبي علبه بقى، اي علبه عندك، بس بصراحه العلبه دي بتديكي شكل جمالي احسن يعني، والعلبه دي مش غاليه، ب5 جنيه. هتعملي فيها كام مره، وتصبي الشوكولاته بتاعتك في العلبه، وتسيبها لما تبرد، بس بتحطها مثلا في التلاجة لمدة 10 دقايق او في الفريزر بس لمدة دقيقتين، هتلاقي جمدت خالص، وتلاقي الحاجة اللي انت حاطة فيها الشوكولاتة اتغلفت خالص، وتحط فيها الكنافة وانت قلب الجامد. ممكن تحط برضو في قوالب الجيلي اللي زي دي كده، اي قالب جيلي عندك بتحط فيه اي شكل عندك عايزة تعمليه هتعمليه. وبعد كده بتجيب الكنافة بتاعتك، ما شاء الله هي مسكت في بعضها خالص، لما بتسيبها تبرد شوية بتلاقيها مسكت في بعضها، ما تلاقيهاش لينة زي ما انت كنتوا شايفينها دلوقتي. وترصي بقى وتكبسي جامد، اهم حاجه تكبسي جامد علشان لما تيجي تقطعي القطعه تلاقيها ماسكه بعضها كده، وما تلاقيهاش سايبه من بعضها زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي يا حبيبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شوكولاته دبي ديت الواحد بيجيب القطعه صغيره كده يعني، مش عارفه كام جرام بصراحه يعني، عيالي كانوا جايبينها مره يعني، ب30 جنيه او 35 جنيه، ب50 جنيه بس هتفرحي اولادك وتعملي لهم كميه كبيره قوي. هتجيبي باكو شوكولاته ب25 او ب30. طبعا النوعيه اللي انا عاملاها ديت اغلى نوع في الشوكولاته اللي انا بجيبها بصراحه. في نوعيه تانية نفس الشركه برضو بتنافس بعضها يعني، عامله برضو باكو ب25 و24، وبيديكي برضو نفس النتيجه وطعمها حلو برضو. وهتجيبي ربع كيلو كنافه ب10 جنيه، ادي 40 جنيه. وعندك النشا ان شاء الله، وعندك شويه اللبن، يعني مش هتكلف حتى 50 جنيه، وهتعملي حاجه نضيفه كده وتفرحي اولادك، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بصوا بقى تخلي بالكم الشوكولاته انكسرت اهيت مني، لان انا زي ما قلت لكم ما حطيتش لبن على الشوكولاته، فعشان كده الشوكولاته كانت جامده جامد، فما تيجي تكسريها هتتكسر منك لو عملت زيي. فلازم تحط عليها معلقتين لبن ومعلقتين زيت، بتلينها معاكي شويه، وتقطعي بقى، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بس نصيحه، على قد ما تقدري يعني اعملي كل واحد قلب لوحده كده، مثلا طبق صغير عندك، طبقه صغيره عندك، سلطانيه صغيره،
عندك طبق جيلي زي الرسمه ديت او اي رسمه، هتعملي لكل واحد حتته، ولا هتقطعي ولا تقرفي في نفسك، كل واحد يكسر شوكولاتاته زي ما هو عايز. ولو عندك اي مناسبه او حد عزيز عليكي جايلك وقدمتها له، هتلاقي برضو كل واحد ماسك الشوكولاته بتاعته ويفتحها كده ويكتشف الكنافه اللي فيها كده. بصراحه بيبقى شكلها حلو قوي لما كل واحد يمسك حاجته كده، يقطم منها كده مع نفسه ويكسرها زي ما هو عايز. بجد مهما اقول لكم طعمها حلو قوي وسهله في التحضير، وشكلها حلو لما تقدمها قدام ضيوفك كده ولاولادك، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. اتمنى اللي وصل معايا لحد اخر الفيديو ولسه ما عملش اللايك والفيديو عجبه واستفاد منه باي معلومه، ما يبخلش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه. وجربوا شوكولاته دبي ديت اللي بدون فستق ولا حاجات مكلفه، وباذن الله تعجبكم جدا وتعملوها دايما. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.